15 قرنا مضت على بعثته، وشمائله لا تزال حية تروي ظمأ الباحثين عن مكارم الأخلاق وحسن الصفات. في ندوة علمية لمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية نوقش موضوع الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم. ندوة تأتي تنفيذا لتوجيهات أمير المؤمنين لجعل هذه السنة سنة احتفاء بالشمائل المحمدية. نادية أحتى، هدى جديد. الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، ندوة علمية كبرى تبرز احتفاء القرآن الكريم بالرسول الأعظم وتجلي تمثله عليه الصلاة والسلام لهدي القرآن مع التعريف بقدره وحقه وهديه في تلاوة القرآن وتعليمه. الندوة افتتحها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتأتي تنزيلا للتوجيهات الملكية بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد خير الأنام. لا شك أن هذا الزخم الذي سيستمر سنة كاملة ويثمر ما بعده إن شاء الله سيأتي بكثير من العلم والفائدة والنفع للأمة جمعاء، بأن تتعرف على الخصوص بمكارم الأخلاق التي بنيت عليها السيرة النبوية. هذه الندوة المباركة تأتي تفاعلا واستجابة للتوجيهات الملكية السامية التي حددت مجموعة من المحاور ومجموعة من الأشغال والأنشطة التي ستسهر عليها مؤسسة العلماء على مدار هذه السنة. الندوة تميزت بتنظيم جلسات علمية حول مواضيع من قبيل الإرهاص والاختصاص في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أصول التبليغ النبوي في القرآن، وخصائص الرسول الفريدة من خلال آيات القرآن المجيدة. عندما يتحدث العلماء عن شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف دعا إلى الله وكيف بلغ رسالة الله عز وجل، طبعا هذا من شأنه أن يبعث في الناس حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب الاقتداء به والتعلق به والسير على منهاجه واقتفاء خطى سيرته صلى الله عليه وسلم. هو لقاء فكري وروحي يغوص في سيرة النبي لتكون منارة للهدي من خلال شمائله وتجليات تكريم الله تعالى له، كما نبه عليها القرآن الكريم. عن سن ناهزت